لبوبو لبوبو لبوبو. السوشيال ميديا كلها تحكي لبوبو. في شي غريب عم يصير، ناس عم تحكي مع دمية، تبكي عليها وتقول عنها بنتي، رفيقتي، حتى شريكة حياتي. اسمها لبوبو، شكلها صغير، بريء، أسنانها مبينين. بس خليني أسألك، لو كانت فعلا دمية، ليش زعلت من كلامها؟ ليش حاسس إنك المقصود؟ وهذا الفيديو ما هو اللي بيصدحه بالكذب. يعني إذا بتصدح بالكذب الفيديو مش إلك، بس حداك تكمل للنهاية. مين هي لبوبو؟ لبوبو مو شخصية كرتونية ولا من ديزني، هي دمية من فنان اسمه كاسينج لونج. نزلها لأول مرة كقطعة فنية، نزل كقطعة فنية وفجأة صارت ظاهرة، دخلت التيك توك اليوتيوب، العالم صارت تنجن لبوبو 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 لبوبو. في ناس بتشتريها مش حبا فيها، بس لأنه الكل عم يعمل هيك، لأنه ترند. بس خليني أسألك، أنت فعلا حبيت لبوبو ولا بس خايف تبين مختلف؟ الموضوع ما عاد حب دمية، بنحكي عن تعلق، إدمان، وهم. ناس كتير فاكرينه طبيعي، هذا مش طبيعي. بتضحك، بتحطها جنبك على التخت، بتبكي إذا ضاعت منك، بتزعل إذا حدا قال إنها بس لعبة. بس هي لعبة، أنت مو عم تحبها، أنت عم تهرب فيها من شي جواك. والمشكلة كل ما تهرب أكتر عم تضيع أكتر. لو ما كنت حاسس بشي ما كنت لهون وصلت. شي جواتك جابت لهون مش صدفة. أنت متعلق فيها مش لأنها بتحبك، لا 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 لا، بل لأنك فاكر إنها بتفهمك، تسمعك، ما بتحكم عليك. بس خليني أقولها بصراحة، هي ما بتفهمك، ما بتحبك، ما بترد عليك. كل هاد جوا راسك، وهاد مو عيب، بس تجاهله هو الكارثة. التجاهل هو الكارثة. لما تفضلها عن أصحابك، لما تعيش جوا علاقة وهمية، هاد اسمه تعلق غير صحي. هروب واضح، هروب واضح جدا. كم مرة قلت لنفسك أنا مو مهووس بس بحبها؟ كم مرة كذبت بهالجملة؟ احكيلي. تعرف شو المشترك بين كل الناس اللي تركوا الواقع؟ إنهم ما حسوا إنهم ضايعين إلا بعد ما تأذوا. فيك تطفي الفيديو هلا، بس صدقني ما رح تقدر تطفي الصوت، هالكلام بعقل. رح تضل ترجع تفكر. فيك تطفي الفيديو هلا، بس صدقني ما رح تقدر تطفي صوت هالكلام بعقلك. رح تضل ترجع تفكر بكل حرف سمعته. الحل مو انك ترمي لابوه او تتركها، الحل انك تفهم حالك. اسأل نفسك ليش عم تهرب؟ ليش بتتعلق بإشي ساكت؟ ليش ما فيك تثق بإنسان بس تثق بلعبة؟ إذا بتقدر تجاوب بصدق، أنت أقوى من مليون لبوبو. ما فيها عقل، ما فيها إحساس، ما فيها حياة. لبوبو هي دمية تسويقية مصممة لحتى تنباع،
مش لحتى تحبك. لو عم تهرب فيها من الواقع فأنت فعلا صرت تحب وهم. فيك تكمل حياتك هيك، بس الحقيقة رح تلحقك. كل مرة تشوفها، كل مرة تحكي معها، صوتي رح يرجع يرن براسك. لأن هذا الفيديو ما كان مجرد رأي، هذا كان مواجهتك مع نفسك.